ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ طمني عليك. وفيديو النهارده مش طويل، هو موضوع بيواجه كل واحد فينا، بس على قد ما اقدر احاول ان اخلي الفيديو ده صغير وما ياخدش مننا وقت. فتعالى كده نعدي الانترو بتاعنا ونكمل كلامنا. في كتير مننا بيتفرجوا على الفيديو ده وعندهم نفس المشكلة او نفس الموضوع ده، وهي بيجي علينا فترة وبتبقى كل حاجة ضدنا، بيبقى اليوم مش ماشي زي ما احنا عايزينه. سهيل، انا اي حاجة كنت مجهزها او اللي انا عايزها مش ماشية زي ما انا عايزها، طب نعمل ايه؟ طيب مبدئيا كده يا سيدي، خليني اقولك انك مش لوحدك في الموضوع ده، وكلنا بنمر بالموضوع ده. اي شخص فينا اذا كان ناجح في حياته او اذا كان فاشل في حياته بيجي عليه فترة بتبقى الدنيا كلها ماشية ضده. بس الفرق هنا ان الشاطر بيبقى عارف او بيبقى متأكد ان الفترة دي في كلا الحالتين جايه، اذا كان جاهز لها او مش جاهز لها. فطبيعي بما انه عارف ان الفتره دي جايه، فاكيد بيبقى عامل احتياطاته وعامل ومجهز نفسه ان في كلا الحالتين هيجي عليه يوم او اسبوع او مهما كانت الفتره، وهيبقى الفتره دي مش بتاعته او مش هتمشي زي ما هو مجهز لها. وانت المفروض تبقى اساسا عامل حساب الفتره دي. طيب ايه هو الحل؟ بص يا سيدي، اول حاجه كده انك المفروض تتحكم في مشاعرك على قد ما تقدر. ده اولا، تمام. تحاول انك على قد ما تقدر ما تتوترش. ثالثا، تحاول برضو على قد ما تقدر انك تقلل من قراراتك، اذا كانت قرارات في الشغل، اذا كانت قرارات في حياتك، اذا كانت اي قرارات تحاول انك تقللها. لان بمعنى صح انت زي ما قلت لك، انت بتبقى في الفترة دي مشاعرك متحكمة فيك، توترك متحكم فيك، دماغك متشتتة، فممكن تاخد قرار يبوظ لك الدنيا خالص. فما تتسرعش، تحاول كده تاخد زي ما نفس عميق كده، فاهمني انت، زي حوار الدكاترة النفسيين ده، وتهدى وتفكر بهدوء وترجع للاساسيات. طيب اساسيات ايه؟ وحتى دي كمان فيها اساسيات يا باشا، كل حاجة في حياتك اساسا ماشية باساسيات. طيب ايه هي الاساسيات دي؟ انك تبص على شكلك، تبص على جسمك، تبص على تفكيرك، تشوف ايه اللي باظ منك الفترة اللي فاتت دي وتحاول انك تصلحها. انت مثلا ماشي على روتين معين، الروتين ده انت بوظت فيه حاجة معينة. انت عامل بالظبط كده زي الشخص اللي بنى عمارة وجي كده، مثلا العمارة دي 10 ادوار وجي في الدور الخامس راح هده، فاكيد بقيت الادوار هتتهد وراه. فانت كده هتبص على 3 حاجات: شكلك، جسمك، تفكيرك. شكلك هتبص على طريقة لبسك، اذا كنت مثلا ماشي فورمال وبدأت تلبس كاجوال، او مثلا وانت مش متعود مثلا انك تلبس كده، فحاسس كده ان الناس كلها بتبص لك بصة غريبة او بصة مختلفة عن اللي انت بتبقى حاسسها، فتبدأ كده تحس بتوتر، هما بيبصوا لي كده ليه، هو في ايه؟ او اذا كان جسمك، اذا كنت بتروح الجيم وماشي على نظام غذائي معين وبدأت انك تعك في الاكل، او اذا كنت ماشي مثلا على دايت وبدأت انك تزود حبتين 3 عن اللي الدكتور قايل لك عليه. او تفكيرك، حصلت لك حوارات الفترة اللي فاتت، مشاكل مسوحاك، تبدأ تشوف ايه اللي فعلا باظ منك الفترة اللي فاتت دي وتحاول انك تصلحها وانك ما تفكرش فيها اساسا. فانت لما يجي عليك فترة فعلا وتحس ان الدنيا كلها ماشية ضدك وماشية عكس اللي انت عايزه، ارجع للاساسيات اللي هم ال3 اللي انا قلت لك عليهم. وزي ما قلت لك، ما تزعلش ان اليوم ده مش بتاعك. في كلا الحالتين، النهارده مش بتاعك، بكره بتاعك. النهارده اليوم ماشي زي عكس ما انت عايزه، بكره هيمشي زي ما انت عايزه، يمكن احسن ما انت متوقعه. كل يوم لينا اساسا مكتوب عند ربنا، كل يوم متحدد له انت هتعمل ايه فيه وايه اللي هيحصل فيه وهتقابل مين ومش هتقابل مين. ما تزعلش ان اليوم ده ماشي عكس ما انت عايزه، وسيبها على الله. وان شاء الله يا سيدي ربنا هيكرمك وهتعمل اللي انت عايزه، واللي ما نجحش النهارده هينجح بكره. كل اللي عليك بس انك تتفائل كده وسيبها على الله. ولو انت عندك مشكله التفكير المفرط، هتلاقي كده الفيديو بتاع التفكير المفرط ظهر لك فوق هنا على اليمين او على الشمال، يعني انت ونصيبك. وانا مش عايزك تزعل اساسا، لان مفيش حاجه تستاهل زعلك. واكتب لي تحت في الكومنتات، وبأمارة الكومنتات كمان انت عملت اللايك للفيديو، هتلاقي كده زر اللايك ظاهر لك تحت على الشمال، وتحت زر اللايك هتلاقي زر السبسكرايب. اعمل سبسكرايب للقناه ودوس برضو على زر السبسكرايب ده، هتلاقي الزر بتاع تفعيل الجرس، عايزك تدوس عليه، هيجي لك كده اشعار بكل فيديو هينزل. وادينا اهو بنحاول ان احنا نخلي بدل فيديو في الاسبوع نخليهم فيديوهين في الاسبوع، وانت تستفيد وانا نستفيد والدنيا كلها تبقى مبسوطه. وبس ده كل اللي كان عندي اقوله لك النهارده. لو عجبك الفيديو، هو فيديو كده على الخفيف بس اتكلمنا عن موضوع زي ما قلت لك بيواجه كل واحد فينا، واستناني في فيديو جديد بموضوع جديد. اشوفك على خير الفيديو الجاي.